بعد تفكير طويل جدا وحيرة كبيرة قوي قررت احكي قصتي واللي حصل معايا يومها. الاول انا اسمي رنا من محافظة البحيرة من مصر، عندي 22 سنة، عايشة مع بابا وماما. القصة كلها حصلت معايا من سنة ونص تقريبا، حبيت اشاركها معاكم رغم اني ما بحبش قصص الرعب ولا بحب اقراها وبخاف منها اصلا. بس بالصدفة عرفت القناة بتاعتك وشفت ان انت بتحكي في مواضيع غريبة وحاجات زي كده، وقررت ان انا احكي قصتي. هكلم العفريت اللي كان في بيتنا، هقول لكم العفريت اللي كان في بيتنا عامل معايا ايه وازاي رعبني وعذبني. ايوه عفريت والله العظيم. استنوا اسمعوا القصه وانتوا تعرفوا انه كان عفريت ومش بهزر معاكم، ومحدش يقول لي ان مفيش حاجه اسمها عفاريت لو سمحتم يا جماعه عشان هم موجودين، وبلاش تستخفوا بيهم من فضلكم. القصه حصلت معايا يومها، كان يوم جمعه، معرفش ايه اللي حصل بس كنت لوحدي في البيت. بابا وماما كانوا مسافرين البلد، كان عندهم عزا واجب جوز عمتي في البلد، وهناك تقاليد البلد والعزا بتاعتهم صعبه قوي. فماما قالت لي خليني ومش هينفع اسافر معاهم، قالت لي اروح ابات عند مرات اخويا، بس انا رفضت لاني ما بحبش ابات عند حد، فقررت ان انا ابات لوحدي في البيت. هو انا كنت خايفه شويه لانها اول مره انام فيها لوحدي. اتفرجت على تلفزيون شويه، فيلم هندي شويه فيلم اجنبي، المهم اتعشيت ودخلت نمت على الساعه 11 بالليل. حطيت دماغي على المخده وكان مش جايلي نوم. حسيت احساس غريب قوي، حسيت ان كان في حد معايا في الاوضه، مش عارفه ليه، يمكن يكون كان بيتهيألي، بس ده كان احساسي ان في حد بيراقبني فعلا. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وانا بقول ان مفيش اي حاجه ودي مجرد اوهام وتهيؤات، وغطيت وشي وحطيت المخده على راسي وانا بحاول انام. بس الفكره كانت مسيطره على عقلي ان في حد كان معايا في الاوضه بيراقبني. انا مش شايفه حد بس حاسه بكده وكمان متاكده من ده. قعدت اقرا قران كتير واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت هقوم اشغل اذاعه القران الكريم، يمكن الوهم علشان لوحدي في الشقه وحاسه بهدوء تام ومش سامعه غير صوتي. فنزلت من على السرير وانا جسمي كله بيترعش من الخوف، وهنا سمعت صوت غريب زي ما يكون حد بيهمس او بيوشوش، حد بيعمل كده بالظبط، وكان حد بيقول لي اسكتي او بيعمل صوت غريب. ما كنتش عارفه ايه الصوت ده، بس انا خفت بصراحه قوي وكان قلبي هيقف من شده الخوف. قلت يمكن الصوت جاي من عند الجيران، رحت علشان اشغل الراديو على اذاعه القران الكريم، بس النور اتقطع فجاه مره واحده والصوت كان عالي جدا، وسمعت صوت الدولاب والجرار بتاعه كان بيفتح لوحده، وانا كنت في الضلمه ومش عارفه مين اللي بيفتحه. كان قلبي هيقف من الخوف والله. انا متاكده ان في حد معايا في الاوضه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقعدت اقرا ايه الكرسي والمعوذتين وجريت على السرير وشديت البطانيه على وشي بسرعه وغطيت جسمي كله وانا مرعوب وقلبي كان بيدق بسرعه. انا كان ممكن يجيلي سكته قلبيه وقتها، بس لولا ستر ربنا وفضله ومنه عليا ان ما حصلش اي حاجه. حاولت انام بس ما قدرتش او ما عرفتش، وعمال اتخيل ان في حد معايا فعلا، وعمال اتخيل ان في حد هيشد الغطا من فوقي. حاولت اقرا ايه الكرسي كتير قوي بس بصراحه ما عرفتش انام في اليوم ده خالص، وما اعرفش اليوم ده عدى ازاي. والحمد لله لقيت النهار طلع وسمعت اذان الفجر. اول ما سمعت اذان الفجر حسيت براحه كبيره جدا وشلت البطانيه من على وشي. لقيت النور رجع، قمت شغلت اذاعه القران الكريم وصليت الفجر. بس الغريب هنا ان لقيت كل الهدوم واقعه على الارض. معرفش مين اللي فتح الدولاب ومين اللي وقع الهدوم بالشكل ده وازاي اصلا، ومين اللي وقعها كده، ومين اللي فتح الدولاب. انا دولابي والهدوم مرصوصه كويس قوي. انا بصيت للدولاب وسكت وما قدرتش انطق. لما قلت لماما وحكيت لهم على اللي حصل، ماما قالت لي يمكن يكون كان بيتهيألك، ويكون الدولاب اصلا في الاول ما كانش مترتب كويس وما كنتش مطبقه الهدوم فيه وحاطه الهدوم غلط. مش فاهمه، بس انا والله العظيم ما كانش بيتهيألي. الغسيل ده حد وقعه، ومين اللي كان معايا بيراقبني في الاوضه. ومن يومها وانا مرعوبه بصراحه انام لوحدي في الاوضه لاني بسمع اصوات غريبه بسمعها بالليل. انا بخلي ماما تفضل معايا لغايه ما انام واشغل اذاعه القران الكريم واروح في النوم. انا ما اقدرش انام لوحدي. معرفش ده وهم ولا فعلا كان في حد معايا في الاوضه، ولا دول فعلا عمار البيت زي ما بيقولوا. كنت قريت قبل كده ان كل بيت ليه عمار من الجن وبيستغلوا وجود الانسان لوحده عشان يضايقوه ويخوفوه. بس انا ما عملت لهمش حاجه، ولا بحب اقرا قصص الرعب اصلا ولا بحب اتفرج عليها لاني بخاف وجبانه جدا. بس ليه بيعملوا معايا كده وانا ما دخلتش في عالمهم ولا ليا دعوه بيهم اصلا؟ وهي دي القصه بتاعتي وما اعرفش ايه تفسيرها لغايه دلوقتي. بس مش هنكر ان من بعدها وانا بحاول اقرا في عالم الجن يمكن افهم ايه اللي حصل لي. انا كده خلصت. لو عجبتك القصه ما تنساش اللايك والشير، ولو عايزين نتكلم في اي موضوع تاني او عندكم قصص زي دي يا ريت تبعتوها لي، ولو عندكم تفسير هي حصل لها ليه كده يا ريت تقولوا لي. سلام.